الطريق إلى حياة زوجية سعيدة. برنامج أسري يهتم بتفاصيل الحياة الزوجية ونجاحها. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. الطريق إلى حياة زوجية سعيدة من إعداد الشيخ عسالي عبد الرحمن ومن تقديم السيدة زمزم. بارك الله بارك الله بارك الله بارك الله بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعه إلى يوم الدين. مستمعينا الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن سعيدة كل السعادة بأن ألقاكم، وهذا البرنامج الأسري الذي نحاول من خلاله أن نسلك وإياكم الطريق لحياة زوجية سعيدة، والبرنامج لا يعني أحد من أحد، فهو للجميع والكل معنية. ولأننا على يقين بأن الجميع يحتاج إلى أن يتعلم كيف يسلك الطريق الصحيح للوصول لحياة زوجية سعيدة، وهذا هو هدف البرنامج الذي أقول نتعرف عليه وإياكم اليوم، مكملين الحديث عن الدوافع أو دوافع الزواج. هذا هو إذن موضوع حلقة اليوم، ولكن يفسح لكم المجال، كل المجال أنتم مستمعين الأفاضل، لكي نقف على أمراض الحياة الزوجية الخاصة، خاصة المتعلقة بالمحيط الذي نعيش فيه، من خلال العادات والتقاليد التي وإن كانت فيها إيجابيات نحترمها، فهناك عادات وتقاليد فيها الكثير من السلبيات التي تخرج، إن لم أقول تجرح جرحا عميقا يجعل الحياة الزوجية تنزف. إذن فلنحاول سويا تضميد هذه الجراح بالعودة إلى القرآن والسنة، وصدق من قال بعد بسم الله الرحمن الرحيم: فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، سورة الذريات الآية 55. إذن هذا هو التركيز في البرنامج. سيكون مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن عسالي الذي وقف وطبعا على إعداد وتقديم هذه الحصة من الجانب الديني، وسأرافقه أنا من خلال التقديم وتسليط الضوء على أوجاع المجتمع التي عشناها ونعيشها، وسنعيشها معكم أنتم أيضا، بفسح المجال لكم لمشاركتنا الحديث بالاتصال على أرقامنا الهاتفية اللي هي 029 32 01 01 أو أيضا 029 32 02 02. الطريق إلى حياة زوجية سعيدة. إذن فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتفضل لكم الكلمة قبل أن نشرع في البرنامج ونشرع في استقبال المكالمات الهاتفية عن مستمعينا، ونقف عند التسجيل الذي هو عبارة دائما عن هدية منا لكل من يستمع لنا، بالخصوص السيدة. تفضل شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد المصطفى الكريم. أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعي الأفاضل، مستمعاتنا الفضليات. اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سنواصل الحديث على دوافع الزواج. تكلمنا في الحصة الماضية على دوافع الزواج، تكلمنا على 3 عناصر في الحصة الماضية. في العدد الماضي تكلمنا على الدافع الديني،
والدافع الاجتماعي ودافع الأبوة والأمومة. بإذن الله تبارك وتعالى في هذا العدد سنكمل الحديث على بقية الدوافع: الدافع الجنسي، الدافع النفسي، ثم أخيرا الزواج لدوافع خاصة. نعم، كل هذا سنعود إليه مستمعينا الأفاضل باستقبال مكالماتكم الهاتفية لمشاركتنا الحديث والحوار في هذا البرنامج على ما تبقى من دوافع الزواج، بعد أن نستمع إلى ما قالته لنا الخالة عيدة بوجانا. الطريق إلى حياة زوجية سعيدة. قلت في بالي رانا يقولون النساوين باللي راهم درك النساوي اللي خدامات يعاونوا الرجال، راهم يعاونوهم، يعني دوك الراجل ولا يبغي المراه الخدامه خاطر تعاونوا في شحال من حاجه. انتم بكري اللي ما تخدموا كاينه المعاونه بينكم بين الرجاله ولا كاينه؟ واش هاد المعاونه؟ كاينه المعاونه بكري بين الراجل والمراه، من حيت على خاطر بكري الراجل والمراه ما مقاسمين شيء. إلا عندهم حيوان مشاركينه، هي تخدم هو يخدم، ولا عندهم الجنان مشاركين ما هم قاسمين شيء. واش قصدك ضربك كاينه القسمه ماله؟ هذا كل واحد هو عنده الشيك نتاعو وهي عندها الشيك نتاعها. بكري والو بكري اللي جا للدار مشترك، اللي خدموا في الجنان اللي يجوا للدار كل. المراه الراجل يجيب الحاجه الواعره البعيد والمراه تقيم بها في الدار. مثلا يعني كيف زعما فواش تقيم باللي كاين في الدار، زعما يجيب الحوايج البعاد كيو كان هو خدام الشنطي والله في شيء يخلص الدراهم، هو يجيب المصروف ويجيب كل شيء. والمرأة اللي عندها شيء في الدار تاني هي إلا كان جاب شيء من الجنان أي ما تلمدو في جهة، مخزن لا واحد. إلا جا الضيف تالو كان ما كان الراجل، المرأة نهار يجي الضيف تقيم به، تلقاها المرأة ملبدة شي واحد يعني النفقة هذه ملبدة عند المرأة، الراجل خطيته نهار اللي دخلها خلاص اختار مخزن لا واحد، ولكن المرأة هي تشرف عليه، نهار يدخل حاجة للدار خلاص خرج خبره. واش من الحوايج اللي كانت تدسهم المرأة يعني واعتبروا معاونة للراجل، زعما كي يديرهم الراجل في المخزن ما تلا يسول عليهم؟ بكري الناس واش كانت تاكل التمر والبشنة والقمح والشعير الدهن واللحم. اللحم بكري الناس ما كانت ما عنده، كان الغزال والروي ياسر دائما الغلا غير نتوع اللحم، وهذا نتاع الراوة والغزلان هنا يصيدوه بكري. ويبس ويقعد يبس ويجيبوه يبيعوه، يدير العام مرات، يدير العام وعامين كاع يبس تلقاه ما هو خامر ما حتاش. هو يبقاو زعما كي طارحين شي واحد ملبدين ولا يجي ضيف ما يلتقى شي واحد، تلقى المرأة دائما ديك النفقة تقمط منها شي واحد وتعرف كيف تصرف منها. هذه معاون ان شاء الله الراجل بكري. الطريق إلى حياة زوجية سعيدة. سعد ليالي هلت علينا كل السعادة بتكمل برضا بارينا سعد ليالي هلت علينا كل السعادة بتكمل برضا بارينا عيشوا الأفراح ضمن المباح عيشوا الأفراح ضمن المباح لا تنسوا أصل الشرع وحق علينا سعد ليالي هلت علينا السعادة بتكمل برضا بارينا سعد ليالي هلت علينا كل السعادة بتكمل برضا بارينا عيشوا الأفراح ضمن المباح عيشوا الأفراح ضمن المباح لا تنسوا أصل الشرع. الطريق إلى حياة زوجية سعيدة.
ونتمنى أن يجد الجميع الطريق لحياة زوجية سعيدة إن شاء الله. فضيلة الشيخ، مباشرة رايحين نشرعوا في إكمال الحديث عن دوافع الزواج، ولكن لا بأس أن نقف عند تسجيل الخالة عيدة بوجانا. تحدثت لنا عن مشاركة المرأة لزوجها في كل شيء قديما، والآن نعيش في التفرقة كما أشارت، كل واحد وشيكو كما يقولوا، كل واحد وخزانته، كل واحد والخبايا نتاعو. تحدثت أيضا عن الادخار كما نقولوا بالعامية النفقة المدة وغيرها، ورانا نشوفوا باللي المصروف أو ما يعرف بالميزانية المنزلية هي التي تؤرق الرجل والمرأة لا تدري. هذه النقاط باش تديرها في بالك، وماذا استنتجت أنت من حديث الخالة عيدة بوجانا؟ نعم، دوك احنا دائما لما نستمعوا الخالة عيدة بوجانا أو الماما حدة، احنا دائما هاتين المرأتين فاضلتين راهم يعطونا قيم، يعطونا ركائز، يعطونا تجربة حياة ناجحة، وبالتالي علينا أن نهتم، وعلى كل المتزوجين أو المتزوجات أو المقبلين على الزواج يهتموا للكلام اللي تقولوا ماما حدة أو عايدة بوجانا. يعني ما يقللش منه، لا يقلل منه، لأن كما رانا نستمعوا سمعنا الماما حدة واش قالت لك دائما كانت المرأة إلى جنب الرجل، مشتركين في كل شيء، في المال، في البستان، في العمل، في كل شيء، أملاكهم واحدة. نشوفوا أيضا مشاركة المرأة لأعباء الرجل، كان دائما الرجل تعاون اقتصاديا، وبدليل أنها دائما لما يكون عندها اللحم، لما تكون عندها الخضروات الفواكه، دائما تخبي من أجل الضيف. يعني حتى ويجي الضيف، هذه معروفة عن الجزائريين، ما يخلعش الراجل، الجزائريين كرامة، وبالتالي دائما تعاون الزوج اقتصاديا حتى في التدابير المنزلية، أنه لما يجي الضيف فجأة الراجل ممكن ما عندوش باش يشري دجاج، باش يشري اللحم، باش يكرم الضيف، وبالتالي هذيك المرأة راهي حاطة شوي لحم، حاطة شوي فواكه، حاطة شوي خضر، إذن تمر أمور الضيف يعني بسلاسة وبكل شيء. وهذا عبء اقتصادي راهي تحمله المرأة مع الرجل. بماذا؟ بفكرة فقط، بتدبير منزلي. يعني هي لم تذهب إلى السوق، وإنما من الموجودات اللي كانت موجودة دبرت وخبات. إذن هو تدبير منزلي. نعم. أشارت الخالة عيدة بوجانا فضيلة الشيخ بأنها بكري كانوا يلبسوا اللحم ويخبوه في المرأة غير كما قال. ودرك بالك تقول المرأة مستحيل، يعني اللحم راه كاين والخير كاين الكونجيلاتور، كاين الفريغو، كاين الثلاجة، يعني الحمد لله. يعني تخبي شي واحد باش تقدر دير مرقة تخليها في الثلاجة، دير اللحم تخليه في الكونجلي، دير الملفوف تخليه في الكونجلي، دير الكبدة. حتى الأشياء اللي راهي موجودة الآن كما نقولوا السلق، كما نقولوا أفران، كما نقولوا تقدر يعني تقطعها وهي خضراء وتحتفظ بها في الثلاجة. الوقت اللي تحتاجها تجبدها وكأنها جات من السوق مباشرة. يعني نعم، وهذه حاجة تعتبر إعانة للزوج. أكيد إعانة كبيرة جدا. إعانة كبيرة جدا. نعم. نروح إذن لتكملة الحديث عن دوافع الزواج، واليوم طبعا بقيت بحوزتنا 3 دوافع، اللي هي الدافع الجنسي للزواج، وكذلك الدافع النفسي. فيها 3 نقاط أعجبتني جدا فضيلة الشيخ، أشرت لها، اللي هي الحاجة للحب، والحاجة للتقدير، والحاجة لعدم ترك المرأة في الوحدة، الهروب من الوحدة. وكذلك النقطة الأخيرة، الثالثة والأخيرة وتعتبر السادسة، يعني من خلال الدوافع التي وقفنا عندها، اللي هي الزواج لدوافع خاصة أخرى كالمال، طلب الشهرة، الانتقام وغيرها. تفضل فضيلة الشيخ. نعم، نواصل في حديثنا على دوافع الزواج. نذكر الإخوة اللي ما كانوش حاضرين معنا في العدد الماضي أننا بدينا الحديث على دوافع الزواج من الحصة الماضية. تكلمنا في الحصة الماضية على دوافع الزواج، تكلمنا على 3 دوافع. تكلمنا على الدافع الديني، الاجتماعي، دافع الأبوة والأمومة. قلنا الدافع الديني لما نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يرشد إلى الزواج يشير إلى الدافع الديني. يقول يعني للشباب تتزوج المرأة لمالها ولجمالها ولحسبها، ثم قال ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. بمعنى أن جميع الأهداف من حقك أنك تحب توجدها في المرأة، لكن الهدف الأساسي يكون الدين. يعني فاظفر بذات الدين تربت يداك. وكذلك يقول لأولياء البنات إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. يعني شرط أساسي، معليش يكون صاحب مال، معليش يكون موظف، معليش يكون ميسور ماديا، هذه من حقك أنك تطلبها في الزوج، لكن مع كل هذا لازم أنه يكون الدين هو الشرط الأساسي. نجو كذلك لدافع الأبوة والأمومة. لاحظ الأبوة والأمومة يعني أن المال والبنون مثل ما قال الله تبارك وتعالى، يعني هي من أجل نعم الله، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. يقول الله تبارك وتعالى أيضا زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. لذلك نشوف أن البنوة هذه الأبوة مطلب الأنبياء والرسل. سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام
سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام كان يقول ربي هب لي من الصالحين، يعني تجاوز عمره 80 سنة وما عندوش ولد، ومع ذلك كان يطلب أنه يكون أب، لأنه مطلب فطري في كل إنسان أنه يصبح أب. كذلك يقول سيدنا إبراهيم أيضا ربي هب لي من الصالحين. حتى الإنسان لما يطلب الولد يطلب أنه يكون من الصالحين. سيدنا زكريا عليه السلام قال ربي هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا، أي بمعنى أجعله صالح. لذلك يعني حلم كل فتاة أنها تصير أم، وحلم كل رجل وشاب أنه يصير أب، وبالتالي كان من دوافع الزواج هو دافع الأبوة والأمومة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الأبناء من أراد أن ينظر إلى فلذة كبده تمشي على الأرض فلينظر إلى والده، بمعنى الولد نتاعك أو بنتك تحب تشوف قطعة من قلبك تمشي على الأرض، ما هي؟ انظر لولدك. إن بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد، لذلك إنما هم كما قال الشاعر أبناؤنا أكبادنا تمشي على الأرض، لو هبت الريح على بعضهم لم تنعت عيني من الغمض. لذلك نلاحظ الأم لما يمرض ولدها تمرض بنتها، شوف تحرك مشاعر الأمومة بحيث مستحيل ترقد وولدها يبكي، مستحيل تشبع وولدها جيعان، مستحيل تضحك وولدها يعني حزين، مستحيل يعني يكون ولدها بعيد عليها وغير سعيد هي تكون سعيدة. كذلك نلاحظ الأب لما تحرك دافع الأبوة فيه، كيفاش يشقى، كيفاش يتعب، كيفاش يكد في الحياة، ومع ذلك ما يحس لا بتعب، ما يحس لا ما يمل، ما يكل. لماذا؟ لأن هناك دافع كبير يدفعه وهو دافع الأبوة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن ربي يصلح للناس كل أولادهم وبناتهم إن شاء الله. نجو اليوم إلى بقية الدوافع. عندنا الدافع الجنسي، ثم الدافع النفسي، ثم الزواج لدوافع خاصة. الله تبارك وتعالى لما نتكلم على الدافع الجنسي، الله تبارك وتعالى خلق الرجل وخلق المرأة، وجعل الرجل فطريا يميل إلى المرأة، هذا شيء فطري، وكذلك خلق المرأة وجعلها فطريا تميل إلى الرجل. لذلك يقول العلماء والأطباء إذا رأى الشاب من نفسه لا يميل إلى المرأة فعليه أن يعلم بأنه مريض. إذا الشاب لما يوصل يعني يصبح شاب ويوجد نفسه لا يميل إلى المرأة، هذا شاب غير طبيعي، هذا شاب مريض، عليه أن يعالج عند الأطباء النفسانيين أو الأطباء الاختصاصيين وغير ذلك. كذلك الفتاة إذا أصبحت في سن المراهقة وسن النضج وسن البلوغ، من الطبيعي جدا أن ترى وتجد نفسها في نفسها ميول إلى الرجل. إذا لم تجد هذا الميول فهي مريضة، فهي غير طبيعية جدا. ولذلك كان يعني هذا الدافع نتاع الجنسي دافع عظيم ودافع قوي، وهو دافع أساسي من دوافع الزواج. وربي سبحانه وتعالى شرع الزواج لتهذيب هذا الدافع، وليكون هذا الدافع في إطاره المشروع وهو الزواج على سنة الله ورسوله. على ذكرك للتهذيب فضيلة الشيخ، نلاحظ نقطة يعني مهمة يعني في تربية أطفالنا، يعني نعم. بعد المجتمعات وبعد العائلات لما يعني الشاب أو الشاب يصل إلى مرحلة المراهقة ويكون الميول كما ذكرت يعني لأي طرف من الطرفين، الشاب للشابة أو العكس الصحيح، فترى العائلة تقمع ذلك الميول قمعا شديدا بعدم الحديث يعني نهائيا وعدم الالتقاء نهائيا بالطرف الآخر. كل شيء يعني يحرم على هؤلاء يعني المراهقين، ولكن لا نستطيع أن نوجه هذه الشريحة من الشباب إلى الطريق الصحيح. بما أنك يعني صرت شاب ولديك ميول إلى الطرف الآخر، يجب على العائلة أن تفهم يعني أن تتفهم وتفهم في نفس الوقت الشاب بأن يتوجه إلى هذه العلاقة بالطريقة الصحيحة الصائبة، وهو الزواج على سنة الله نعم. ورسوله. يعني إذن هو ماشي عيب، لا هو فطري وضروري. الإشكال ولذلك احنا لما تكلمنا قبل في الأشخاص الذين يحرم عليهم الزواج، منهم الشخص الذي لا يجد في نفسه دافعا جنسيا، هذا لا يجوز له أن يتزوج. هذه ملاحظة مهمة جدا. قبل تكلمنا كان أشخاص يحرم عليهم الزواج، دوك إذا كان الإنسان مريض بمعنى عاجز جنسيا أو يرى نفسه أنه لا يميل إلى الجنس الآخر، هذا لا يجوز له شرعا أن يتجوز، لأنه سيظلم الطرف الآخر ويستحيل أن تستمر الحياة بدون هذا الدافع. نعم. شوف هنا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الدافع مهم. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام يعني حذر أن المرأة مثلا أن تمتنع عن أداء حق زوجها، عن أداء حق الزوج، حق الدافع هذا لأي سبب من الأسباب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. الحديث متفق عليه. لماذا؟ لأنها تركت
شيئا أساسيا ودافعا، لأنها لم تلبي للرجل دافعا يعني أساسيا من دوافع الزواج. نعم. لاحظوا أيضا حتى الرسول وهو عليه الصلاة والسلام ينبه الرجل إذا دار بينه وبين زوجته خصام أو اختلاف لا يحق له ولا يجوز له أن يهجر فراش زوجته مهما كان حتى أثناء الخلاف. ربي قال فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. إذا من غير المعقول هجر الفراش يحرم على الزوجة وكذلك الزوج وعلى الزوج. نعم قلنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك الرجل إذا دعا زوجته وهي تعجن العجين يجب عليها أن تترك، إذا دعاها لحاجته وهي تعجن العجين تترك العجين وتلبي له حاجته، لأنه دافع مهم عليها إشباع هذا الدافع. كذلك الزوج حتى إذا وقع في خلاف مع زوجته ما هوش يخرج يبات عند جيرانه، يخرج يبات عند أمه، يروح يبات عند خاله، يروح يبات في القهوة، يروح يخرج يدور في الشارع. علاش؟ قال أنا زوجتي مانيش متفاهم معها، قال أنا زوجتي راني زعفان من الدار. من حقك تزعف إذا دارت لك باش تزعف، لكن ليس من حقك أن تهجرها في الفراش. لذلك ربي قال سبحانه وهجروهن في المضاجع، لأن الهجر هو عقوبة شديدة للزوجة، لا ينبغي أن ننصح الأزواج به إلا للضرورة، ولكن أن يكون الهجر في الفراش بمعنى أن ينام مع زوجته في فراش واحد في الفراش المعتاد ولكن يوليها ظهره، باش لاحظوا أن هذا الدافع دافع مهم وأساسي. يعني الآية كي قالت أهجرهن في الفراش لم تقل يعني يدور بظهره، يعني ماشي نعم يدير بظهره، ماهوش يروح يدير مطرح أو مطلع أخرى، ينام مع زوجته في نفس الفراش المعتاد. ولكن وش معنى هجرها؟ أنه لما ينام يعطيها ظهره ويضربها برقبته. وشوف فضيلة الشيخ يعني علاقة الدافع الجنسي بالدافع النفسي. نعم. يعني هذه بالك هذا يعني المعاملة فقط تكفي المرأة، يعني الإنسان نعم. يعني كي يكون إنسان مع إنسان آخر يعني كالزوج والزوجة نعم. وتعامل بهذه المعاملة فقط فهي تكفيها، يعني نعم. تجرح نفسيا وتعاقب عقوبة شديدة. فما بالك لذلك لاحظوا لما نتكلموا هذا الدافع نعطوه كاع جوانبه. لذلك ما عندكش حق أيها الزوج أنك تهجر فراش زوجتك إلا كما قال الله تبارك وتعالى في المضاجع. وكذلك الزوجة أيضا ما عندهاش حق، لا يجوز لها أن تمتنع عن زوجها إذا طلبها لحاجته. ولذلك لاحظي لأهمية هذا الدافع. المرأة إذا أرادت أن تصوم لله طاعة لله، حبة تصوم الأجر عرفة أو عاشوراء أو 6 من شوال، يعني حبة تصوم صيام تطوع، قال العلماء لا يجوز لها أن تصوم صيام تطوع إلا بعد إذن طلب زوجها، لعل وعسى لعل يحتاجها فيجدها صائمة. ولذلك إذا جاء الزوج إلى منزله في نهار رمضان ولم تستأذن الزوجة ما قالتش لها راح نصوم الأجر واحتاجها، يجوز له أن يبطل عليها الصيام. هذه ملاحظة مهمة. الصيام نافلة، هي صامت للأجر ولكنها لم تطلب إذنه فاحتاجها في النهار، إذا لم يستطع أن يصبر يجوز له أن يفطرها. ولم يجوز مثل ما قال سهل المسالك ولم يجوز لذات زوج أصلا نفل حج وصوم واعتكاف أصلا إلا بإذن، وله أن يبطلها على الذي يحتاجها فلتسأله. لذلك ملاحظة مهمة على الزوجان أن يراعيا هذا الجانب. شوفي أستاذة أم الدرداء رضي الله عنها، هي صحابية جليلة وزوجها أبي الدرداء كان هذا أبو الدرداء عالي الهمة. كان أبو الدرداء كانت هذه أم الدرداء دائما في حال رثة، يعني لباسها موش وين كان ولا بد، لا تهتم بنفسها لا تهتم بكذا. فلما سئلت قالت أبو الدرداء يعني راه مشغول بالعبادة ما هو له لها. نعم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما وصل الخبر طلب منها صلى الله عليه وسلم أن تتجمل لزوجها. هي عيط لها قال لها لازم أن تتجمل لزوجها. فعلا الله بالعبادة ولكن فعلا الله بالعبادة أن تتزوج بزوجها ولكن لاحظها. نعم ولكن لاحظها. كذلك المرأة لا يجوز لها أن تشتغل بصيام الليل وتترك زوجها إلا بإذنه. ولذلك قال العلماء أن تلبي المرأة حاجات زوجها أفضل لها من قراءة القرآن في الليل وقيام الليل. نعم. لذلك يعني هذا أسماء رضي الله عنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إني وافدة النساء إليك لقد غلبنا عليك الرجال. هذه أسماء جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت له إني وافدة الرجال إليك، الرجال غلبونا سبقونا بهذه الأعمال الصالحات، يعني يجاهدون معك ونحن لا نجاهد، يصلون معك الجماعة ونحن نصلي معك الجماعة، يخرجون معك في الغزوات نحن لا نخرج معك في الغزوات، أعمال عظيمة يعملها الرجال معك نحن محرومون منها في البيوت. يعني هم يروحوا معك يدوا الأجر وإحنا قاعدين لهم في البيوت حاكم لهم أولادهم.
فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أسماء ارجعي فأخبري من ورائك من النساء، من وراءك من النساء، إن حسن تبعل إحداكن لزوجها يعدل كل ما ذكرت. ما هو حسن التبعل؟ حسن التبعل يعني أن تكون زوجة ماهرة في معاملة زوجها، يعني تنظف، تكون ماهرة في النظافة، يعني تقوم كي نقولوا تكون مربية ومدبرة منزل بامتياز. يعني حسن التبعل، شاطرة في دارها، شاطرة في دارها، في نفسها، في أولادها، في نظافتها، في كل شيء. نعم. هذا كله يعدل الجماعات ويعدل الجهاد ويعدل الصدقات في سبيل الله ويعدل، يعني كل اللي يدوه الرجال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم انت تديه فقط في دارك، انك تكوني تحسني التبعل لزوجك، ترضيه، تعامله معامله حسنه، تربي الاولاد تربيه صالحه، تكوني نظيفه، بيتك نظيف مرتب، تقتصدي له في ماله، تحسني معاملته، معامله اهله، اقاربه، الى غير ذلك. هذا فيه اجر عظيم عند الله تبارك وتعالى. على ذكرك يعني الحسن والمحافظه على المال، يعني نرجع للحديث نتاع الخاله عيده بوجانا، ونشير للمستمعين والمستمعات بانه الحصه على المباشر بامكانهم الاتصال بنا ومشاركتنا الحديث على ارقامنا الهاتفيه 0101 0202 بدايه الهاتف هي 029 32. كما اشارت الخاله عيده بوجانا بان المراه بكري دوك نقولوا راهي المراه خدامه وتعاون راجلها، راهي تعاونوا بالدراهم، راهي تعاونوا بالك بالدار، راهي تعاونوا بالفراش، راهي تعاونوا تلبس اولادها. اشياء كثيره كنا نظنوا بالمراه بكري ما كانش تعاون، ولكن بالعكس الخاله عيده اشارت بان المراه بكري كانت تحافظ على المصروف، والمصروف الميزانيه يعني نتاع المنزل هي من اساسيات يعني الحياه الزوجيه. من أساسيات. يعني الراجل راه يجري ليل ونهار كما نقولوا باش يعني يقوم بداره فيما يخص المصروف، ولاده ياكلوا مليح، يلبسوا مليح وما يخصهم والو. وبعض السيدات كاين شويه الاهمال من هذا الجانب، يعني ماذا يقول لنا الدين في ذلك؟ يقول الدين يعني تبذر وتمل بلا ما تسقسي. يعني من صفات المراه الصالحه، الزوجه الصالحه اللي كنت قبل في الحصه الماضيه العدد الماضي سالنا على المراه المباركه، المراه اللي فيها البركه، المراه اللي تجيب الخير لزوجها، هي هذه اللي تقتصد في مال زوجها. المراه ممدوح فيها انها تكون كريمه الا في مال زوجها، إذا كانت بخيلة فلا بأس في ذلك، لأن المرأة لما تكون بخيلة في مال زوجها ليس في مالها، يعني بمعنى رايحة تحافظ له ورايحة تكون امرأة اقتصادية بامتياز. لذلك يقول لك: ما هي المرأة الصالحة؟ هي التي إذا غاب زوجها حافظته في مالها وفي في نفسها وولده وفي ماله. نعم. سنعود للحديث بعد أن أخذ اتصال هاتفي أول. السلام عليكم، من معنا؟ وعليكم السلام. أهلا وسهلا. لا بأس، الحمد لله، ما شاء الله. ما يشارك في البرنامج. بارك الله فيك الإمام. يسلمك الله يبارك فيك. كما سمعت الحصة اللي زارت زمزم ذاك النهار على في شغل، قالت لك راجل يمشي للنساوي وهي ما تقدرش تمشي للنساوي. تم حال حادث مليح باش تعود عارفه باش ما عادش درجه الراجل على المراه. المراه كي تروح تمشي لا انانيه قالت لك على الراجل. نعم، هو برنامج في الحقيقه انانيه على المراه. هي الانانيه قالت لك دار له الانانيه. هو كي يمشي يسرق لها النساوي تضبط ولا تسرق هي على ما يضبط هو. هذه يعني باش تفهمها ما معنى الزوجه مع الزوج. هي الاخ انه زوجه مراه والراجل راجل. استنى نقول لك الاخ شكون معانا؟ المراه قش في البيت عند الراجل. في الحقيقه ما فهمنا كاع يا الاخ نذنبوا تفنى معنا. الو راك معنا مازال لك قطعت؟ ما فهم يا مازال قطعتي. قلت لك على ذاك البرنامج اللي درتي ذاك النهار. ايوه سمعته في الراديو. يعني على الانانيه نتاعته بين المراه والراجل. قلت انت الانانيه يعني كيشغل الراجل يمشي. يعني نحن تحدثنا، هو برنامج اخر ولكن معليش، يعني تحدثنا بانه الراجل دائما يقول حلال عليا وحرام عليك. يعني دائما يروح يعني ما معنى هذا؟ انه المراه مراه ما تقدرش دير. المراه عايده للزوج خاصه هو ملكه، هو صافي جابها ما هي جابته. ولكن انت ثاني ما حل لك ربي تروح دير الحرام وترجع لها على اساس انها ملكك. الحرام حقيقه. استنى نقول لك يعني المراه تروح تدير الحرام كما يديروها الراجل يدير كيف هو الحرام حرام في نظري انا على الراجل حتى. استنى الله يخليك بوتفنا، عنده الشيخ سؤال لك باش يقدر يجاوبك مليح. تفضل الشيخ. مرحبا بك خويا بوتفنا، مرحبا وسهلا بك. بارك الله فيك. هي جا في كلامك سمعتك قلت واحد اللفظه حاب نتاكد منها. انت قلت المراه هي قش يعني في بيت الرجل هكا. اي بيت الرجل كيشغل يعني هي داخله في قش في ممتلكاته يعني. مع الراجل. معليش صح. خلاص بغيت نتاكد فرق. الراجل هو جابها ما هي جابته. معليش. هو يعني كيشغل هو اللي راه جابها للبيت نتاعو
وهو اللي يقوم بها وهو اللي هو اللي راح يسرق لها النساوين ياك ويرجع لها يعاملها كزوجه يا اخي. ما هوش ذاك ماهوش يفرق بين النساء، يعني حرام السرقه وداك الشيء قلنا يعني جاهل يعني. ولكن انت قلت الراجل يسرق النساء كيما بغى، كيما يقول لي يسرق كيما بغى. المرأة ما تقدرش تسرق الراجل. لا اتفق معك وسنرى ما سيقول الشيخ. شكرا لك الاخ بوتفنا. واسمع لنا ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم، من معنا؟ وعليكم السلام. الأخت من عين صالح. مرحبا بك يا أختي. بغى نطرق النقطة تحدثت عنهم سابقا، فهي نقطة الميول الشاب إلى الطرف الآخر. نعم. بالنسبة للشباب في الوقت الحالي تجد في المتوسطات وفي الثانويات يكون عنده ميول للطرف الثاني، ولذا فإن الوالدين لازم يعود عندهم معارضة لهذه العلاقة. أريد أن الشيخ يعطيني إسعافات أولية لهذه المشكلة. يعني كيفاش العلاقة بين الشباب تكون مليحة حتى توصل للزواج، يعني مشروع عليهم ولا ماشي مشروع عليهم؟ مشروع عليهم. نعم. احنا نتحداو هذه الفكرة، لأن الوالدين ماذا بينا زعما الاحتكاك بين الطرف الثاني يكون بتحفظ. نعم فهمنا سؤالك. شكرا. ما كانش مكالمة جمال أو هناك مكالمة. نعم فضيلة الشيخ. بالحقيقة هو شارك معنا في برنامج تارجي. نعم. وكان الحديث عن الخيانة الزوجية. نعم. ومعظم الرجال أشاروا بأنه يعني هما الرجال والمرأة يعني. نعم. يعني يقدر الرجل يخون يفعل ما يشاء. أيوة. وهي لا خطر كما أشار بوتفنا قش من قشو. نعم. يعني هو جابها وراهي من أساس تعذر، يعني هو يحكم فيها. أيوة. تقعد تصبر، خان يعني ما عندوش مشكل، ما خان ما عندوش مشكل. والمهم أنت فهمت يعني ما كان عليك، فهمت يعني مقصود. نعم. بوتفنا. بارك الله فيك. نعم أنا شكره الأخ بوتفنا على أنه عبر على رأيه بصراحة وقال واش كاين. يعني نقول الأخ بوتفنا هي الخيانة الزوجية أو غير ذلك هي لا تصح لا من الرجل ولا من المرأة. والحرام حرام على الرجل وعلى المرأة. مثل ما يحب أنها ما تخونوش حتى هي من حقها أنه ما يخونهاش. وإن كان خيانة المرأة يعني أشد، يعني لأنها فقط تؤدي إلى اختلاط الأنساب، ولكن من ناحية أنها يعني لا يحق لها أن يخونها، مثل ما يبغيهاش أنها تخونه. هذه نكون متفاهم عليها يعني جدا. ثانيا قال الكلمة هذه أن المرأة هي قش في متاع الرجل. نقول له لا يا أخي، هذه المرأة هذه راهي هي يعني شريكة في حياتك، هذه شريكة معك، ليست ملكك وليست قش، يعني هي ملك من ممتلكاتك، هي شريكة حياة. وهذه زوجة لها من الحقوق مثل ما لك عليها، يعني لها كامل الحق. ولهن قال الله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. إذا كانك أنت مشيت للزوجة هذه وخطبتها وترجيت أهلها وشحال من عام وانت تجبد باش درت العرس وباش جبتها من بيت أهلها معززة مكرمة، ما ينبغيش أننا نقولوا أنها من ممتلكاتك أو قش. هي قش من القش، هي ليست قش، هي امرأة معززة مكرمة لها كامل الحقوق. يجب عليك أن تحترمها كما تحبها تحترمك، يجب عليك أن تقدرها كما تحبها تقدرك، يجب عليك أنك تحافظ عليها كما تحبها تحافظ عليك، ويجب عليك تعاملها معاملة حسنة كما تحبها تعاملك معاملة حسنة. هذه ليست عبدة وليست أمة. نحن في الإسلام، والإسلام كرم المرأة، وقال النبي عليه الصلاة والسلام استوصوا بهن خيرا، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم. أنا ما بغيتكش يا خويا بوتفنا تقول باللي المرأة قش، المرأة ليست قش. يعني المرأة احنا رانا في 2015 المرأة نعم مازال يعني المرأة نعم أنت تزوجت هذه البنت الفتاة باش ديرها ملكة في بيتك، هي وزير للداخلية في بيتك. ما نتخيلوش أن حكومة تنجح بدون وزير داخلية، أكيد. ولا حياة زوجية تنجح باحتقار المرأة. باحتقار المرأة مستحيل. إذا كنت أنت راك تمشي تتعب وتخدم وتعمل وكل شيء، الزوجة في البيت توفر لك السكينة، توفر لك الاحترام، توفر لك الحب، توفر لك الدفء، مثل ما قال الله تبارك وتعالى وجعل بينكم مودة ورحمة. هي شريكة معك، وتوفر لك الجنس بالحلال، وتوفر لك الجنس بالحلال إلى غير ذلك. وهذه المرأة راهي شريكة معك، ما حبيتهاش منك هذه تقول أنها قش. وماذا بيا تغير رأيك يا أخي بوتفنا وما تقولش ملك، هي من ممتلكاتك، هي ليست من ممتلكاتك، لأن حتى الشريعة أعطتها الحق
إذا أنت أسأت معاملتها إعطاتها حق أنها تخلع. الخلع، لماذا الخلع هذا؟ حفاظا على كرامة المرأة. إذا كان هذا الرجل أذاها، هدم حقوقها، ما انفقش عليها، أذاها أذية كبيرة 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 إلى درجة لم تستطيع أن تتحمل، وقد رفعت دعوة وشكت إلى القاضي وأثبت أنها عليها مضرة كبيرة يستحيل تعيش معه، اعطاها الشرع أنها تبقى كريمة وأنها ترفع خلع أمام القضاء وتخلع منك. نعم. لذلك ما بغيتكش تقول بالله المرأة قش، المرأة شريك، المرأة شريك معك في الحياة، تحافظ عليها وتحافظ عليك، تحترمها وتحترمك. وفيما يخص الخيانة ما هي مليحة، ما هي زينة عليك لا عليها. لا عليك ولا عليها. ولكن أنت أعطاك ربي تتزوج ربعة، أعطاك ربي تتزوج ربعة بالطريقة يعني الشرعية، بالطريقة الشرعية. هي نعم. عجباتك بنت الجيران، عجباتك روح اطلبها من مالها على سنة الله على ورسوله. سنة الله ورسوله. وانتهى. ماشي معناها أنت مرتك راهي قاعدة في الدار وأنت تدخلها كما تبغى تعاود ترجع تعاملها كزوجة. نعم. هذه مرفوضة. مرفوضة تماما. اتصالين هاتفيين في الانتظار فضيلة الشيخ. السلام عليكم، من معنا؟ وعليكم السلام. الله يخليك خويا، نقص لنا الراديو شوية باش نقدر نسمعوك. السلام عليكم. وعليكم السلام. شكون معنا؟ مهدي. مهدي تفضل، واش حابة تقول لنا؟ أنا عندي مداخلة صغيرة برك. أنا نقول إذا قسنا المجتمع على الأخ اللي تكلم هذا بوتفنا، فالمجتمع فعلا في خطر. إذا قسناه من هذا المنظور والتفكير، الرجال يعني والفهم نتاعو في المجتمع في خطر، وبالتالي المهمة نتاعكم تزداد صعوبة. يعني المهمة نتاعكم مازال ما وصلتش للمجتمع. أراي في الخطوة الأولى بعيد عن الواقع، يعني كل بعد، ونتأسف لهذا في مجتمع إسلامي متحضر، إنه الإنسان ما يعرفش واش عليه وما. نعم. واش عليه؟ هو يعني المداخلة نتاعي. واش عليه واش ليه؟ نعم. هي يعني إنسان كبير مسلم، يعني بناء على السؤال نتاع الأخ، يعني يبان لنا باللي المجتمع مازال متوخر، ما فهم والو. نعم. شكرا لك الأخ. نعم. وبالتالي لازم تكثفوا من هذه البرامج باش على الأقل يعني شوية الإنسان يخرج من هذا الغموض هذا، إن شاء الله. لأن هذا ما يساعدش المجتمع. إن شاء الله. شكرا لك المهدي. ناخذ اتصال هاتفي آخر. السلام عليكم، من معنا؟ وعليكم السلام. صباح الخير، واش راكم لاباس؟ لا بأس الحمد لله. الحمد لله. نشكر الشيخ فضيلة عبد الرحمن عسالي على الموضوع هذا الشيق والمهم. نعم. شكرا لك. هذا بالنسبة عندي تدخل في هذا السيد هذا بوتفنا هذا. قلبتوها لنا على بوتفنا، ما كان له بوتفنا. عندي الأخرى تدخل، عندي أطروحة. صح تفضل. وخير بالنسبة قال لك هو المرأة يعني غير قش. عيب عليه يا أخي. قلت له يعني سبحان ربي عز وجل كرم المرأة وجعل صورة المرأة، حتى يعني جيت تديها عندك صداق ومهر باش تديها. نعم. كرم ربي زعما المرأة في الإسلام. نعم. هو في الحقيقة بالك بوتفنا ماشي قاصد لهذيك الدرجة، واش فهمتوا انتوما، ولكن قاصد باللي نحن تحدثنا في برنامج آخر على الخيانة الزوجية، قاصد باللي الراجل قادر يخون كيما يبغي والمرأة لا، ولكن حتى هي ما كاش منها، حتى الخيانة ما كاش منها، فما بالك تولي قش من قشك. نعم تفضل. هي كل نفس بما كسبت رهينة. كل واحد يتحاسب على حسب الأعمال تاعو. أكيد. وخيرته. المهم اسمع، عندي الأطروحة كذلك. تفضل. الأخ ما عرفتناش بروحك، بارك الله يخليك. محمد مولاي من إنغر. مولاي من إنغر. أيوة. الأطروحة واش هي؟ وخيرت عندي قضية الخطبة، قضية بالنسبة لخاصة ولاية طمراس. الخطبة إيه. أيوة. غالية ولا كيفها؟ يعني فيها شروط يعني ما يتقبلهاش زعما تعجيزية إسلام يعني ماكش. نعم. فهمتيني؟ فهمتك جدا. فيش واحد المواقف يعني كيما النعايل والبعير يعني لازم تدخل عند المرأة. نعم. يعني شروط ما شفتهاش في الإسلام، يعني ما قبلهاش العقل. يعني ماذا بك سكان تمنراس تنقصوا من غلاء المهور والأعراس. ماذا بيا الشيخ يوضح لنا الأمور الدينية زعما في الزواج. إن شاء الله. يرحم الوالدين الأخ مولاي. الشيخ نروح بالك
شيء جميل أنه يعني الرجال بحد ذاتهم ما عجبهمش الحال على بوتفنا، فما بالك المرأة. أكيد. ولكن هذا ماشي يعني جميل، لأن الجمال يعني سبقنا به الدين نتاعنا وسبقتنا به سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لا المرأة تحتاج دعم من أحد ولا الرجل يحتاج دعم من أحد، فالإسلام وضح كل شيء. يعني ما كانت المرأة مش محتاجة لحتى واحد باش يعطيها لها. ما كانت المرأة أعطاها للنبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع. حتى واحد ما يزايد لا حقوق الانسان ولا الجمعيات الان ولا واحد يتكلم على حقوق المراه، ادت حقها وزياده. لا بوتفنا لا غيره ولا غيره. شوفي نعطيك حاجه. احنا كل انسان خلق من اجل ان يعود الى ماذا؟ الى الجنه. أكيد. غايه البشريه كلها ما هي؟ الجنه. يعني اغلى شيء خلقه الله في الوجود هو الجنه. اذا المراه اللي راهي قاعده في الدار ومتهليه فيك ومتهليه في اولادك تحرم من الجنه، وانت اللي تروح تخونها بحجه انك رجل وترجع تدخل. هذه الجنه وشنو مفتاحها؟ الرجل؟ لا، الجنه تحت اقدام الامهات. يعني هذه الجنه يقولوا ما تكاسي لك امراه اللي هي امك ماك داخلها. كيفاش تقول عليها قاش تقول عليها؟ وانا متاكد ان حبيبنا بوتفنا موش قاصد هذه الحده، هو غير التعبير تاعو جا هكا، ولكن لا باس. نجول الاخت من ولكن فليحذر من التعبير. فليحذر من التعبير. نعم. يكون قد جرح يعني جميع النساء، وجرح امه وجرح الزوجه نتاعو وجرح اخته وجرح بنته. يعني واحد يعني اللسان واش ينطق ما يرجعش. يعني ما يرجعش. فليحذر الانسان من لسانه. فليحذر. نروحوا للمستمع نتاع صالح ماذا بيا تجاوبها يعني شرعيه العلاقه يعني بين الشباب، يعني باش يقدروا يوصلوا بها للعلاقه الدينيه. يعني نعم. يقول لك انا حابه نعرف شاب يعني في الدراسه ولا تعرفت عليه وعجبني. لازم نعرفه باش يقدر يتقدم لي. يعني ما هي يعني الضوابط اللي اعطاها لنا ديننا في مجال التعارف. نعم بارك الله فيك. هي الاخت من عين صالح بارك الله فيها، يعني كان سؤالها محدد وواضح وبين عليها امراه مثقفه وواعيه جدا. قالت البنات والشباب في المتوسطات يميلوا لبعضهم ويديروا تعارف. ميلهم هذا طبيعي من ناحيه الفطره، من الناحيه الفطريه. يعني بما اننا نحن اشرنا لها في بدايه يعني هي اكيد تشجعت كي هضرناها. نعم بارك الله فيك. نعم الفطره نتاع الانسان. نعم يعني هذه فطره. ميل نقول للاخت من عين صالح وكل المستمعين والمستمعات. نعم. لانهم في مرحله المتوسطه وربما الثانويه يبداو ينضجوا جسديا، يبداو ينضجوا، وبالتالي الميل هذاك طبيعي. نعم. نحكوا على الميل. اما اخذ الخطوه بدون مبرر هي اللي غير طبيعي. الميل نخلوه ميل. قال العلاقه مع الولد في المتوسطه لا، في الثانويه لا، انت ماشيه تقراي، انت طالبه، انت رايحه للمتوسطه لطلب العلم، وبالتالي تخرجي بلباس محتشم، تخرجي بلباس محترم، باش تخرجي بلباس يعني مهذب، باش ما تسببش الاغراءات. ما تسبيش الاغراءات، ما تسبيت للطرف الاخر انه يظلمك او انه يبادر لك. يعني حتى يبادر لك بطريقه محترمه، يعني مثل ما احترمتي نفسك. وبالتالي أنا يعني لا ينبغي هذه العلاقات ان تكون لا في المتوسطه ولا في الثانويه، لانهم هذو طلبه علم، هذو جايين يقراوا ولا جايين يتعرفوا. لا، هذا غير مبرر. هذاك الميول ينبغي ان يبقى في مكانه، ميول يبقى في نفسها، لكن زميل بالك تقرا، بالك تراجعي معاه، بالك تدي عليه دفتر، بالك تبقى في الزمان معلومه وانتهى. الا تستطيع ان تصل الى غير ذلك؟ مثلا الشاب اعجب بالشابه وحاب يتزوجها، ليس في مرحله المتوسطه ابدا. وهل التلميذ في المتوسطه مؤهل لان يكون زوج؟ اكيد رايحين يرتكبوا اخطاء ورايحين يندموا عليه مثل ما وقع كثير. نعم. هل حتى التلميذ في الثانويه الان مؤهل باش يكون زوج؟ مازال بوه يصرف عليه. اذا حتى فكر الزواج عنده باش يتزوج هذه غير اضحوكه. حتى لو قال لها راح نتزوجك هذه اكيد اضحوكه. انسان يقرا في المتوسطه يقول لزميلته باش نتزوجك، او يقرا في الثانويه يقول لها راح نتزوجك، وراه الامكانيات باش يتزوج، وحتى لو بغى يتزوج. وبالتالي لازم ان تبقى التاكيد على الفصل بينهم. في العلاقات تكون علاقات مهذبه، علاقات اذا فرضت العلاقه تكون منضبطه بادب الشرع، وما كان حتى مبرر باش يديروا علاقات يتصاحبوا او غير ذلك. هذا الميول يبقى ميول فقط تحدثنا عليه لانه فطري في الانسان. وماذا بينا البنت هذه اللي في المتوسطه او في الثانويه، بوها امها خوتها يعوضوا عند الميول، خوتها الذكور يحتضنوها، امها تحتضنها، يقربوها، يشاركوها اهتماماتهم، يحسوها بحبهم بحنانهم بعطفهم، لكي لا تحتاج الى حب وحنان وعطف فتروح تديه من زميلها، تروح تديه من زميلها في المدرسه، وربما تكون عندنا كارثه او غير ذلك. نعم. فنشكرها على الملاحظه هذه وعلى التدخل تاعها الاخت من عين صالح. وان شاء الله تكون فهمتنا هي وفهمت الكثير من الطلبه والطالبات ان شاء الله. يسمعوا لنا. المهدي عقب يعني على المتصل بوتفنا، ومولاي من انغر اشار، يعني هو ايضا عقب واشار يعني الى يعني دائما يعني ماذا به يعني
دروس يعني دائما، والتركيز دائما على يعني المجتمع يعني حتى ينقص من المهور في خاصة في طمن راسة يقول لك. نعم. وهذا الشيء يعني أشرت له فضيلة الشيخ بأن باللي إن شاء الله رايحين نوصلوه. حنوصلوه ورانا تكلمنا عليه وتكلمنا فقط. مولاي محمد بن أغر نشكره أيضا على الاتصال نتاعو، فقط نعطيه ملاحظة. نعم. هو تكلم على 3 حوايج، على الخطبة وعلى التبعات، تكلم على البعير، على الديناصور، وعلى النعايل باش يفهمونا المستمعين. هادو تكلمنا عليه وقلنا لا ينبغي الغلاء في المهور. ثالثا أقلهن أيسرهن مهرا، أقلهن أكثرهن بركة. أكثرهن بركة. نعم. ثالثا تكلم على أنه العرف عندهم هنا في هكار أن العريس يروح يدخل عند أهل العروسة. نعم. مثلا واحد من الطمراس تزوج من أبلسة، ليلة الدخلة نتاعو يديرها في أبلسة. أكيد. واحد من عين قزام تزوج في تزرك، ليلة الدخلة نتاعو يديرها عند ناس العروسة في تزرك. ونقصت نوعا ما حتى هذه يعني. حتى هذه نحكي على هذه الدخلة أن العريس يديرها عند أهل العروسة، هذه متروكة للعرف عادي. هذه ماذا بيا سي مولاي محمد ولا غيره ما يديروش فيها مشكلة. هذه العرف يعني كل واحد وعادات. هذه عادي. هذه عرف. مثلا احنا عندنا كما ذكرنا في الحصة الماضية أستاذة، عندنا مثلا في تيديكلت أن العريس يدخل تجي العروس هي البيت أهله ويدخل في داره. هنا العرف أنه العريس يروح البيت لأهلها ويدخل. هذه متروكة للعرف. عادي ما دام متفاهمين فيها ومتعارفين عليها ومتقبلينها ما هي مشكلة. نعم. لكن الديناصور والنعايل هادو رانا نحاولوا ورانا نزيدوا ونكروا ونقولوا اتقوا الله في غلاء المهور. نعم. اتقوا الله في الشباب وفي البنات. نعم. وبالك فضيلة الشيخ عسالي اللي راهم يمدوا الجمل يعني هي تاني كان في الأعراف يعني. نعم. المجتمع التارقي كي كان يمد البعير عنده عادي كيشغل مدة معزة لأنه يعني عندهم البعير وقادرين على اشقاهم، وبالك حتى دركا قدرنا على اشقاهم. بصح نشيروا يعني فقط نحن باللي المجتمع نتاعي موها تخلط دركا، تخلط بالناس بثقافات اخرى وعادات اخرى يعني. الى جاك تارقي قادر يجيب لك البعير على روحه، ولا جاك واحد ماشي قادر زوجي بنتك خير يعني تكسبي راجل وتكسبي حياه زوجيه سعيده ان شاء الله. كبش والسلام خير من اي حاجه. فضيلة الشيخ الوقت راه يداهمنا بل انتهى نهائيا وما تحدثناش اصلا على الدوافع، ولكن رايحين نرجعوا لها ان شاء الله الأسبوع المقبل أو بعد 15 يوم إن شاء الله. وشكرا لبوتفنا وشكرا للمستمعة من عين صالح وشكرا للمهدي وكذلك مولاي من إنغر وشكرا لكم أنتم تاني مستمعين. شكرا لك أنت أيضا فضيلة الشيخ. شكرا موصول إليكم. ربي إن شاء الله يوفقك ويجعل الحصة في ميزان حسناتك. ونشير يعني للأخ المهدي بأننا نحن هنا إن شاء الله رايحين نمحو الأفكار السيئة في مجتمعاتنا. أي فكرة يعني مش مليحة كما اللي ديرها بوتفنا في راسه أكيد الشباب بزاف درنا في راسهم. إن شاء الله نحوها بجميع الحصص سواء الحصص التربية ولا العربية إن شاء الله لتثقيف المجتمع، ورب إن شاء الله يوفقنا. وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. We're here on this special day, our hearts are full of pleasure, a day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love last forever. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us, and with one voice let's all say, 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 Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. From now you'll share all your joys, through hardships support each other, together worshiping Allah, seeking His pleasure. We pray that He will fill your life with